اللي حصل ان سيدنا عمر كان عنده بنت جارية كان بيعذبها، وفي الاخر تعب من كتر ما بيضربها وقعد يستريح شوية. قال لها ما تركتك الا ملالة، ده انا بس تعبت شوية. قالت له كذلك يفعل الله بك يا ابن الخطاب، ده اللي ربنا هيعمله فيك دايما، هيتعبك ويقويك. اتهز سيدنا عمر. ادي اول زلزال في قلب سيدنا عمر. تاني زلزال حصل في قلب سيدنا عمر لما لقى الهجرة بتاعت الحبشة الأولى. حتى ورد في الأثر إن حصل حوار كده غريب جدا في قريش، إن قريش عمالين يقولوا ده بيهاجروا، ده اللي بيهاجر دول الضعفاء، محدش يخاف. قال لهم لا، مش الضعفاء اللي هاجروا رقية بنت محمد، انتوا غلطانين. عثمان بن عفان ما بيخافش من حد، جعفر بن أبي طالب ما بيخافش من حد، رملة بنت أبي سفيان بنت سيد قريش. فبدأ سيدنا عمر يتهز من هجرة الدفعة الأولانية في هجرة الحبشة الأولى. وهو ماشي يقابل ليلى أم عبد الله، فيقول لها إلى أين يا أم عبد الله؟ تقول له آذيتمونا وقهرتمونا نخرج من بلادكم إلى أرض الله. فيقول لها صاحبكم الله. ستنا ليلى ترجع لجوزها تقول له عارف هيسلم عمر. قعد يضحك ويقول لها أتطمعين أن يسلم عمر؟ قالت له أيوة هتشوف. قال لها والله لو أسلم حمار الخطاب جد عمر لأسلم عمر. قالت له سترى. وبعدين خرجوا المهاجرين بتوع الحبشة. سيدنا عمر في صراع داخل جواه، صراع الحق والباطل التاريخي اللي هيفضل موجود ليوم القيامة. في ليلة من الليالي سيدنا عمر مخنوق، قال لنفسه أنزل أتمشى شوية أتعرض لمحمد أحول لدي. الإمام أحمد بيحكي بيقول إن سيدنا عمر بيقول فدخلت الحرم فوجدت محمدا واقف يصلي فاختبأت وقلت أسمع هذا الشعر. فيقدر ربك سبحانه وتعالى إن دونا عن المصحف كله سيدنا يكون في اللقطة دي بيقرأ سورة الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. يفضل يقرأ. سيدنا عمر قاعد بيسمع كده، خلي بالك ما حركش شفايفه. هو بيقول رضي الله عنه أنا قاعد بسمع بقول إيه الكلام الحلو ده. إذا هو كاهن، إيه لو مش شاعر يبقى كاهن. الآية اللي وراها ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يقول عمر فارتعدت وقلت في نفسي إذا ما هو. الآية اللي بعدها تنزيل من رب العالمين. يقول عمر فارتجف بدني. أنا عندي حديث داخلي. سيدنا عمر بيقول فانطلقت أجري إلى بيتي، حبست نفسي في البيت وما نمتش طول الليل. أعمل إيه؟ معقولة أسلم بعد كل الإيذاء اللي أذيته القريش؟ طب الناس تقول عليا إيه؟ بس طب افرض الإسلام ده هو اللي صح. صراع. طلع النهار سيدنا عمر أخذ قرار أقتل محمدا. شخصية سيدنا عمر بيكره التردد، ياخد قرار ويتحمله سواء كان صح سواء كان غلط. خد بعضه وشد سيفه وطلع من بيته رايح يدور على سيدنا النبي. يقابله واحد من المستضعفين الشباب اللي مسلمين ومخبيين إسلامهم. هو الصحابي ده بيحكي، والرواية رواها الإمام ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام. بيقول شفت عمر جاي من بعيد وشكله ناوي على شر وماسك سيفه كده، فقلبي اتخطف، خفت على سيدنا النبي فرحت أسلم عليه كده واستدرجه في الكلام. قلت ازيك يا عمر، على فين؟ قال أقتل محمدا. فالشاب ده بيقول قعدت أفكر، قال لا احنا لو هنضحي بحد معلش نضحي بأخت سيدنا عمر، هتموت وتبقى شهيد لكن سيدنا رسول الله وجراله حاجة احنا مش هنقدر نتحمل ده. قام قال له يا عمر أو غير ذلك؟ قال له ما تشوف أهل بيتك الأول قبل ما تتشطر على محمد. قال له أنت بتقول إيه؟ قال له أختك مكة كلها عارفة إنها أسلمت. قال له مش بس كده، ده أختك وجوزها. فغضب سيدنا عمر غضب شديد وتحول كالأسد يعني على بيت ستنا فاطمة بنت الخطاب. في الوقت ده الصحابي ده قال أجري أنا ألحق أحذر سيدنا رسول الله. تحول سيدنا عمر زي الأسد رايح على بيت ستنا فاطمة بنت الخطاب. فاللقطة دي ستنا فاطمة كانت قاعدة هي وجوزها سيدنا سعيد بن زيد ومعاهم سيدنا خباب ابن الأرت. سيدنا خباب كان شاب صغير قبل كده، كان عبد بيحفظهم القرآن اللي اتعلمه من سيدنا النبي. ويقدر ربك ان هما بيذاكروا سورة طه. يروح سيدنا عمر يخبط طريقة خبطته خوفتهم. فسيدنا سعيد من جوه قال من؟ فقال عمر. قام سيدنا خباب طيران استخبى. سيدنا سعيد وستنا فاطمة ما عندهمش حاجة تاني غير انهم يفتحوا الباب. فتحوا له الباب وراحت ستنا فاطمة
مخبيه الصحيفه اللي في ايديها اللي مكتوب فيها سوره طه. فدخل سيدنا عمر قال لهم: ما هذه الهمهمه التي كنت اسمع؟ قالت: لا شيء. لا اسلمتي؟ وانت يا سعيد اسلمت؟ يا عيني سيدنا سعيد لسه هيرد، سيدنا عمر ما ادالوش فرصه يرد. الروايه بتقول: فامسك به وبطحه الى القفا، يعني نيمه على ظهره وقعد عليه وابتدى يضربه بلغتنا احنا بالبوكس كده في وشه. فستنا فاطمه مش عارفه تعمل ايه، بقت تشد اخوها من على جزء هيموته وتقول له: يا عمر ارايت ان كان الحق في غير دينك؟ افرض انت غلط يا عمر. ما ردش عليها في المره الاولانيه، تشده: ارايت ان كان الحق في غير دينك. راح بصلها ورفع ايده ولطمها، ضربها بكف ايده على وشها، فالحلق اللي كانت لابساه قطع ودنها وفتح شفتها، كل المنطقه دي بقت دم. اللي هدى سيدنا عمر لما شاف اخته بالمنظر ده وقال لها: يا فاطمه هاتي الصحيفه اللي في ايدك. قالت: لا، انت كافر نجس، وهذا قران لا يمسه الا المطهر، اذهب فاغتسل اعطيك الصحيفه. سيدنا عمر قال لها: حاضر. راح جاب دلو يعني جردل ملاه ميه كبه على راسه، ويفتح سيدنا عمر الصحيفه ويبدا يقرا بصوت عالي: طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. القران ده مش عشان يتعبك يا عمر، الا تذكره لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. ربنا بيفكره. فاكر امبارح لما كنت بتقول حاجات من غير ما تنطقها ربنا سمعها؟ فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وفضل سيدنا عمر يقرأ ويقرأ ويقرأ لحد ما وصل إلى قوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. وقع من طوله. أول ما سيدنا عمر وقع، مين كان عمال يتفرج؟ سيدنا خباب. طلع بسرعة قال له: يا عمر لعلها دعوة رسول الله، والله دعا لك وقال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. سيدنا عمر قال له: تعالي أنا. قال له: والله يا عمر لعلها دعوة رسول الله. مبص لأخته قال لها: دلوني على محمد. قالت: نعم، في دار الأرقم. اذهب يا عمر. أخذ بعض ورايح على دار الأرقم. يوصل سيدنا عمر يخبط مين؟ عمر. فكل اللي جوه خاف، بس كان في جوه سيدنا حمزه. فسيدنا حمزه قال لهم: انتوا اتخضيتوا ليه؟ ان كان جاء لخير فاهلا وسهلا، وان كان جاء لشر اقتله بسيفي هذا. فابتسم سيدنا رسول الله وقال: نعم يا حمزه. يا بلال افتح له الباب. سيدنا حمزه حويط جدا، بسرعه يقف ورا الباب فيدخل سيدنا عمر. يروح جاي سيدنا حمزه من ورا سيدنا عمر ومكتف ايد الاثنين. سيدنا بص في عينين سيدنا عمر، قرا كل حاجه. يا حمزه ارسله. الحبيب ان سيدنا عمر ما تقدمش خطوه واحده لقدام، فضل واقف مكانه. قام سيدنا رسول الله قال له: يا عمر تعالى. مشي خطوتين ورجع وقف تاني. يا عمر تعالى. مشي خطوتين ووقف تاني. يا عمر تعالى. مشي خطوتين لحد ما وصل عند سيدنا رسول الله. سيدنا عمر مش بيدي اي رد فعل. قام سيدنا رسول الله مسكه من تلابيبه. التلابيب يعني المنطقه دي في الهدوم، ورجه رجه جامده. سيدنا عمر وقع على ركبه. أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ قال: آن يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك سيدي رسول الله. فضج دار الأرقم كله بيكبر الله أكبر، والناس كلها عمالة تجري على سيدنا عمر تبوسه وتحضنه. كل الناس فرحانة لدرجة إن الناس في الحرم سمعت صوت التكبير. قالوا: دي غزوة ولا إيه؟ ولا دي حرب ولا إيه اللي حصل؟ حتى بعض الروايات بتقول: فاهتزت الأرض. فلا ندري هل هي من كتر التنطيط وكده افتكرنا ان الارض اتهزت، ولا هي بجد فرحانه بسيدنا عمر. فاللقطه دي يروي الامام الطبري حديث عن سيدنا رسول الله. سيدنا محمد بيقول في اللقطه دي: نزل جبريل من فوق 7 سماوات وقال: يا رسول الله لقد استبشر اهل السماوات باسلام عمر. ده مش بس احنا فرحانين في الارض، ده السماء كلها بتهل وبتكبر فرحا باسلام عمر فاروق الامه رضي الله تعالى عنه وارضاه. حضرتك بقالك قد ايه مسلم يا سيدنا عمر؟ دقيقتين. بعد دقيقتين: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال: نعم يا عمر. أليسوا على الباطل؟
بلى يا عمر، ففيما الخفاء يا رسول الله؟ فابتسم سيدنا رسول الله قال له فما ترى أنت يا عمر؟ طب رأيك إيه؟ قال يا رسول الله أرى أن نخرج ونعلن أن لا إله إلا الله ولا تخف أنا معك. ويخرج المسلمين صفين، صف على رأسه حمزة وصف على رأسه عمر، ويتوسطهم سيدنا رسول الله ويطوفوا بالحرم، وتبدأ قريش تشوف إن سيدنا عمر أسلم، تتهز قريش. صفة موجودة في سيدنا عمر مفتقدينها جدا في مجتمعاتنا، لو بقت موجودة في مجتمعاتنا هنبقى في حتة تانية خالص. إنه بيعترف بالغلط، ولما يلاقي إنه كان بيعمل حاجة غلط ما عندوش أي مانع يعلن إنها كانت غلط ويرجع عن التصرف الغلط ويعمل قدام الناس التصرف الصح بتاعها. سيدنا عمر أسلم تقريبا سنة 5 أو 6 من البعث، يعني احنا بقالنا على الأقل 5 سنين بيأذي المسلمين، فقريش كلها واخدة عنه فكرة إن هو ضد الإسلام، فكان عاوز يصلح الفكرة دي، مش مكسوف يقول إن أنا كنت غلطان. راح سأل يا جماعة مين أكتر واحد بينقل إشاعات في مكة؟ قالوا له جميل بن المعمر. قال تمام قوي. راح لجميل بن المعمر قال له يا جميل هقول لك سر اوعى تقول لحد، وعايز ايه يخليه يقول اكتر يعني. قال له قول يا عمر بسرعه مش هقول لحد. قال له انا اسلمت اوعى تقول لحد. قال له لا مش هقول لحد، طيران بقى يلف في مكه يقول يا معشر قريش سبق عمر بن الخطاب، فبقى يمشي سيدنا عمر وراه يقول كذبت ما سبقت ولكن اسلمت لله رب العالمين. جمع سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أولاده وزوجاته وقال لهم من اللحظة دي أنا أسلمت مع رسول الله، ورأسي من رأسكم حرام وأنتم محرمون علي حتى تؤمنوا برسول الله. فقام طلع ابن الصغير سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان وقتها لسه صغير، قال له يا أبتي أنا مسلم منذ عام. قام مسكوا ضربوه. طب ليه سيدنا عمر المفروض تفرح بيه؟ لا، قال له وكنت ستترك أباك يدخل جهنم؟ سبتني ازاي ما اقنعتنيش بالاسلام؟ تلف السنين وتيجي خلافه امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ويبقى هو الامير، ويكبر سيدنا عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر هو اللي بيحكي يقول والله كل ما عدي من قدامه يخبطني ويقول لي كنت ستترك اباك، مش نسيها له. بقى احنا كده بنتكلم في حوالي 30 40 سنه ومش نسيها له.